ليه يعني ليه دايما كلمتي تقيله على قلبكم؟ يعني مش فاهم ليه، مش عارف يعني، والله ما عارف يعني فعلا الهلال ما قدمش اي حاجه. يعني الهلال شوط اول ما وصلش للجون. يعني بقول لهم هو شكل حارس المرمى بتاع مولوديه الجزائر كان شكله ايه بالظبط؟ يعني هو انا كنت بكذب مثلا ولا بقول حاجه مثلا بقى والناس زعلت قوي واتقمصت وقمص بقى ومش عارف وشغل عبط وكلام عبط وكلام تسمعه كده، كلام غريب كده، تسمعوا تعليقات غريبه ان انت ازاي تقول احنا ما شفناش الجون؟ يعني هو انتوا يعني شفتوا الجون وانا كذبت؟ هو انتوا قدمتوا اصلا اداء شوط اول ولا شوط تاني غير الجون وانا كذبت مثلا؟ ادائكم كان حلو مثلا وكنتوا مقطعين المولوديه وانا كذبت عليكم مثلا وقلفت مثلا؟ انتوا ولا قدمتوا اداء الماتش الاولاني قدام يانج افريكانز، ولا قدمتوا اداء قدام مازيمبي، ولا قدمتوا اداء قدام مولوديه الماتش الثاني في الجزائر، ولا قدمتوا اداء قدام مولوديه الماتش الرابع النهارده وصعدتوا. يعني انتوا صعدتوا، هو ده المطلوب. يعني هو ده المطلوب، ان انت تصعد، مش لازم الاداء. لكن لما اجي انتقد الاداء حقي. يعني اي فريق في العالم لازم تنتقد اداؤه كويس، اداؤه حلو، اداؤه منيل بنيله بيبقى معروف. لكن انك تزعل من الحته دي تبقى انت بصراحه ما عندكش دم ابدا. يعني ايه قله الادب دي؟ يعني في بصراحه ناس كده تشوفها تحس عندهم قله ادب. يعني هم بيحبوا قله الادب. يعني مش يكلمك مثلا يقول لك مثلا لا يا اخي انت كلامك غلط، ده احنا ادائنا كان كويس، لا يا اخي ده احنا الشوط الاول مش عارف ايه. يعني انا بقول ايه، مبروك ان انت كسبت او عديت ووصلت للدور ربع النهائي، لكن ادائك مش مقنع، ادائك مش حلو. لسه ما قابلتش فريق يعني فريق كويس تلعبه نحكم عليك من خلاله. يعني لسه ما فيش فريق قابلته لحد دلوقتي اقول لك الهلال كسب فريق قوي، فريق كبير. لكن كل الفرق اللي انت لعبتها فرق من تحت المصاطب زي ما بيقولوا. يعني ما فيش. يعني المولوديه النهارده لو كان فريق محترم كان كسب اربعه مرتاح. يعني المولوديه لو كان فريق كويس ومحترم كان كسب اربعه مرتاح. ومش انا اللي بقول الكلام ده، يعني الجزائريين نفسهم لو سمعوا الكلام بتاعي ده مش هيزعلوا انا بقول كده. لان فعلا الهلال فريق مش يعني مش كبير قوي ان انت مثلا تخاف منه. هو بيكسب، بيتعادل، بيوصل، دي احنا عارفينها، والف مبروك يا عم وعلى دماغنا من فوق. لكن كاداء، انا بقول كاداء، اداء الهلال مش هو اداء اللي يرشحك ان انت تاخد بطوله بيه. مش دي اللعيبه اللي انت تترشح تاخد بيها بطوله. ممكن تعدي ماتش اتنين توصل دور ربع النهائي، ممكن توصل للسيمي فاينال، يعني كده، يعني ده اخرك. لكن بالاداء ده اللي احنا شفناه النهارده بالذات قدام ماتش المولوديه في الشوط الاول بالذات، يا راجل ايه ده؟ مش معقول، مش ممكن. يعني بيقول لي المولوديه كسبنا اربعه. لو انت فريق حلو يا مولوديه خلص الشوط الاول مرتاح 4-0، مرتاح 4-0. ولو في جمهور، حد من الجمهور الهلال بيفهم في كوره والله يقول لي انت كلامك صح ويسقف لي كمان، لان انت ما بتطبليش، لان انت بتقول الحق ما بتطبلش. لكن في ناس تانية عايزه التطبيل. مبروك، الف مبروك، انا مش مصدق نفسي، لا يقعد بقى يعيط ويبكي لك ويعمل لك حوارات على البث عنده ويعمل لك اراجوز عشان انت تقول يا ده بيحب النادي الهلال. يا اخي الواد ده بيحب الهلال قوي وبيشجع الهلال قوي وشايف متاثر قوي بالنتيجه اللي هو ان الهلال وصل ربع نهائي، ويضحك عليك ويمثل عليك ويقفلم عليك. لكن انا بتكلم الصح. اللي عايز يحب كلامي الصح اهلا وسهلا، مش حابب كلامي صح يخبط راسه في اتخن حيط. وقلت الكلام ده كتير قبل كده ان انا مش هطبل لاي فريق مهما كان. يعني الاهلي لما خسر قدام شباب بلوزداد قلت الاهلي 11 لاعب في الملعب عايزين يتغيروا، ما كذبتش. 11 لاعب وانا اهلاوي، 11 لاعب في الاهلي عايزين يتغيروا بالكامل، بالكامل. مفيش لعيب فيهم عدل، مش لاقي لعيب عدل في الاهلي. ومش من الماتش ده بس، لا ده من اللي قبليه واللي قبليه. قلت على الزمالك كده، قلت على المريخ كده، قلت على الهلال. لكن اللي ما بيتقبلش الكلام ده، اللي مش بيتقبل الكلام ده هو جمهور الهلال. ما تعرفش ازاي. يعني عمري ما شفت جمهور كده يعني ايه على جوارحه زي ما بيقولوا، ولا ايه مش عارف كلمه كده بتتقال يعني، بيشجع حلو حلو وحش وحش لا يا حبيبي مش كده. الكوره عمرها ما هتبقى كده، وعمرك ما هتبقى كده، وهتفضل طول عمرك صفر افريقيا. فانا بقول لك من كل قلبي، هتفضل طول عمرك صفر افريقيا طول ما انت ما بتنتقدش اداء اللاعبين وبتفرح ان انت وصلت ربع نهائي، وبعديها تيجي ربع نهائي تلاعب فريق قوي شويه غير اللي لعبتهم في نظام المجموعات وتطلع كل موسم على كده. ليه؟ لان انت مش شايف الصح، ما بتتكلمش في الصح. ما فيش اداء. فين الاداء؟ انا مش شايف خالص اللعيبه في الهلال. اللعيبه كلها تحس ان هي عادي، لعيبه عاديه، مش هي اللعيبه اللي تجيب لك بطوله. صدقوني والله مش بقول كده، اقول كده لمصلحتك. عايز تسمعني اسمعني، مش عايز تسمعني انا كده كده بنتقد وهتكلم وهقول وهعمل كل اللي انا عايزه، وهقول اي كلام انا عايزه، محدش هيمنعني من الكلام يعني. فاللي يزعل يشرب من البحر، يخبط راسه في الجدار. بص لف كده واخبط راسك في الحيطه تلاقي نفسك ايه فقت، ممكن تفوق. لكن انتوا مش عايزين تفوق، عايزين طبله وزماره وطبل مبروك 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 يا هلال، الف مبروك يا هلال، ونقعد نطبل بقى وايه نضحك على بعض. هو ده اللي حصل النهارده في ماتش الهلال. غير كده ما شفتش ومش هشوف غير كده. اللي عايز بقى يسمع كلام يسمع، مش عايز يسمع. الادوار اللي جايه هي اللي هتحكم كان كلامي صح ولا كلامي غلط. هنشوف هتلاعب مين، ويا رب ويا رب تلاعب الاهلي. يا رب على اداء الاهلي الوحش ده الاهلي ياخدك رايح جاي مرتاح. يا رب تلاعب الاهلي، بس مش هقول اكتر من كده. وما تنساش تعمل متابعه، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه بحر من نوعات ان شاء الله، قصدي قناه كوره مع هاني، وقناه كوره مع هاني على الفيسبوك وعلى التيك توك ان شاء الله.